تعالوا بقى عشان قرفتونا بقالنا شهر ونص قاعدين في الصداع ده. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله انت وعيالك وقالك قلبك عليا. ها ايوه هي انت بتاع امك. جمهور الهلال بيقولوا على نفسهم زعيم القاره. يا ابني انت عمرك خدت افريقيا؟ لا. عمرك خدت اي بطوله قاريه اساسا؟ لا. ومن زعيم قاره ايه ولا قاره ايه اللي انت زعيم؟ انت عبيط يا اسطى. عموما مش هضيع وقت كتير عليكم ولا هديكم اكبر من حجمكم، انتوا خدتوا التلاته وخلاص بره البطوله وعرفت حجمكم قد ايه. نيجي بقى للجمهور شويه، شفتوا جمال الملعب وهو متقفل على اخره وتحس ان انت بتلعب كوره كده، مش الدوره الرمضانيه اللي احنا بنلعب فيها. وسامحوني لو هدخل في شويه سلبيات في ماتش النهارده، مفيش اهلاوي ما كانش حاطط ايده على قلبه بسبب رامي ربيعه. كنا حاسين في اي وقت ان ممكن يحصل خروجه ونلبس جون يطلعنا من البطوله. الاهلي محتاج مدافع في اسرع وقت. تخيل لا قدر الله عبد المنعم اتصاب، هنزعل كلنا وخط دفاعنا هيبقى كوارث. لعمرو السولية اللي الصراحه ما بقتش فاهم اداؤه ولا لاقي مبرر. كنا بنقول الفتره اللي فاتت ان مجهوده البدني واقع، بس بقاله فتره كبيره مريح ومستوى عمرو السولية في النازل واقل من اقل لعيب بيلعب في الاهلي. لقفشه اللي كنا بنقول عليه صانع العاب ما بيصنعش لعب، لا احنا ترقينا بقى صانع العاب ما بيعرفش يبوظي حد. قفشه خلاص ما بقاش حاسس بمركزه، بقى تايه في الملعب، مش عارف يتحرك امتى يبوظي امتى يلعب باص عادل. اساسا الكره بتخرج من رجله بشكل وحش جدا. انا شايف ان قفشه وقته خلص مع الاهلي ومحتاج هو عشان نفسه حتى يغير عدد. عبد القادرينيو اللي مصمم يعاند نفسه ويعاند الجمهور، الكل تقريبا عارف امكانياته بس الكل برضه بقى حافظ عيوبه. مصمم يمسك الكوره اكتر من اللازم، دايما باصص في الارض. بص الكوره دي يقدر يلعبها بوش رجله بتاعه لوحده تماما، جول مؤكد. لكن احمد عبد القادر لازم يروح هو ويعدي هو اللي يعمل كل حاجه بالكوره. كمان الكوره معروفه دايما كانوا بيعلموها واحنا صغيرين، لما تكون الكوره مش مطوعاك او مش ماشيه معاك والنهارده مش يومك، طلعها من رجلك، ما تزهقناش يا عم يا جدع. وننقل بقى الايجابيات. بيرسي تاو النهارده اللي في الشوط الاول اداؤه كان شبه زمان، مش شايفينه ومش باين اي خطوره من ناحيته، بس انا عرفت السبب ان قفشه كان جنبه فكان مزهقه من حياته تقريبا. بس الشوط الثاني لما قفشه طلع الحمد لله بيرسي تاو بقى سريع والملعب كله اتحرك بقى اسرع، وبيرسي تاو عمل اسيست عالمي لكهربا صاحب الجون العالمي النهارده. اعتقد ما فيش حد يختلف ان كهربا عشوائي شويتين، لكن لما تبص على الجون النهارده استلامه عظمه، والفينش بتاعه فينش من غير بقى ولا راسع ولا حزق ولا بتاع، لا حط الكوره حطت معلمه زي ما مدحت شلبي كان بيقول لفها له لف الجاتوه. ونزل حسين الشحات اللي بيلخص اللي كنت عايز اقوله على عبد القادر، وهو عكسه تماما، ان انت كل ما هتلعب السهله وتخلص الكوره كل ما هيظهر شكلك احسن وهتفيد نفسك وتفيد فرقتك. فظهر فعلا حسين الشحات باداء كويس جدا وقدر ان هو يسجل جولين في وقت اقل كتير من اللي قعد احمد عبد القادر في الملعب. ونروح لنجم الماتش بقى مروان عطيه اللي كان موجود في كل حته في الملعب وبالع كل اللي في الملعب تقريبا، غير انه كان شايل دوره ودور عمرو السولية كمان. دفاع تلاقي، هجوم تلاقي، تسديد تلاقي، كان بيعمل كل حاجه تقريبا في الكوره. ربنا يحميك يا ابني. وسؤال الحلقه، تفتكر ممكن الاهلي يروح بعيد في البطوله دي خصوصا بعد الصعود التاريخي ده، ولا هنروح بدري؟ ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات رايكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.